صديقي المشاهد، احنا دايما بنقول ان الجزر هي مكان للراحة والاستجمام، للهروب من دوشة المدينة. تروح هناك تشرب عصير جوز هند، تنسى همومك. لكن جزيرة سان جيمس او اللي اتشهر بجزيرة بيستن دي كانت بتعمل اي حاجة الا الاستجمام. دي كانت حرفيا بلاك بوكس او الصندوق الاسود بتاع كبار كبار العالم. في الجزء اللي فات حكينا عن جيفري إبستن، الراجل اللي كان معاه مفاتيح بيوت الملوك والرؤساء. لكن النهاردة احنا جايين نفتح الدرج اللي تحت في الصندوق ده. ليه الجزيرة لسه مسمعة؟ وحكاية المباني اللي بتصاميم غريبة دي؟ والأهم، مين اللي اشترى الخرابة دي ودفع مليارات ومبسوط بيها؟ بص يا صديقي، هيبستن ده ما كانش مجرد راجل غني، ده كان مهووس بالرموز. بنى مبنى على الجزيرة شكله من بره زي المعابد القديمة، قبة ذهبية، حيطان مخططة بالأزرق والأبيض، وتماثيل غريبة فوق. الناس قالت ده معبد شيطاني، وناس تانية قالت لأ، دي قاعة ماسونية. بس الحقيقة ممكن تكون أغرب بكتير. المهندسين لما شافوا صور الدرون لاحظوا حاجة غريبة جدا. المبنى ده من جوه فاضي، بس فيه فتحات تهوية عملاقة. ده معناه إيه؟ معناه إن التقيل كله كان تحت الأرض. احنا بنتكلم عن شبكة أنفاق يا صديقي، غرفة معزولة عن الصوت، ممرات سرية بتوصل بين بيوت الضيوف والبيت الرئيسي. يعني لو كنت هناك ممكن تدخل أوضة وتخرج من التانية من غير ما حد يشوفك. ماجيك بس بطريقة مرعبة شوية. طب نيجي بقى للسؤال اللي بيخلي الناس تهرش في دماغها. بص يا صديقي، تفتكر مين اللي كان هناك؟ نوصل ل 2024 2025 لما المحكمة بدأت تطلع عن الورق اللي كان مستخبي بقاله سنين. الورق ده فيه أسماء تهز الدول. بس خلي بالك يا صديقي، عشان المغالطة المنطقية ما توقعكش. مش كل اسم اتذكر في الورق يعني كان بيعمل حاجات غلط. في ناس كانت رايحة فاكرة إنها رحلة عمل، وناس كانت رايحة عشان البرستيج، وناس تانية الله أعلم بيهم. بس الفكرة فين؟ الفكرة إن إبستين كان بيسجل كل حاجة. الجزيرة كانت متغرزة كاميرات وميكروفونات في كل حتة. ليه؟ عشان الابتزاز، بلاك ميل. يعني انت كسياسي او رجل اعمال لو غلطت غلطة واحدة بيستن بقى معاه ريموت كنترول يتحكم فيك مستقبلك كله. ودي يا سيدي هي الخلطة السرية اللي خلت إبستن يوصل لكل المكانة دي. الجزيرة بعد ما إبستن مات بقيت منطقة موبوءة، مفيش حد عايز يقرب منها، لحد ما ظهر واحد اسمه ستيفن ديكوف، ملياردير، اشترى الجزيرة ب60 مليون دولار تقريبا. وبيقول ايه؟ بيقول انا هحولها لمنتجع سياحي فاخر من الاخر. تخيل يا صديقي تروح تدفع الاف الدولارات عشان تنام في اوضة كان بيتم فيها ادارة مؤامرات عالمية. الحقيقة ان في تقارير بتقول ان ديكوف بيحاول يمسح الهوية القديمة للجزيرة تماما، يهد المعبد، يردم الانفاق، ويغير شكل المباني، وكأننا بنحاول نغسل تاريخ اسود بشوية دهانات جديدة. بس هل الذاكرة بتتمسح بالدهان؟ وفي الآخر يا صديقي، قصة جزيرة إبستن بتعلمنا إن القوة المطلقة لما بتجتمع مع غياب الرقابة تخلق وحش مرعب ملوش حدود. الحقيقة ممكن تظهر في ورقة محكمة أو في صورة درون، بس الحقيقة الكاملة غالبا إبستن خدها معاه للقبر. وهنا نكون عرفنا الحياة كاملة لجزيرة إبستن. أشوفك على خير يا صديقي.